مالحين ومحشيين وزيد مقرمشين. الكرواسون صالي بالعجينه المورقه سحريه. لاباط اللي خدمت بها في نص ساعه توجدوها. هاد الوصفه سجلوها شهر رمضان مليحه مع الشوربه، يجوكم بزاف خفاف وبنان وفارغين من الداخل كالعاده. خبوها في عينيكم. لاباط تاعنا كاس تاع الحليب يكون دافي، ملعقه تاع السكر، ملعقه خميره الخبز، ونضيفوا الملح. نخلطوا مليح بالفوين، نخلوا الخليط تاعنا 5 دقائق يرتاح. نضيفوا هنايا حبه البيض، عندي 4 كاس تاع الزيت، ونخلطوا بالبغاميكسور كما تقدروا تستعملوا الفوي. نتجمعوا هنايا بالفرينه ونتحصلوا على عجينه لازم تكون طريه وبيان سور تكون تتلاصق. نعجنوها واحد 5 دقائق هكذاك ونخلوها تخمر لنا واحد 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه هنايا كانت خمرت لي، شوفوا الله يبارك. ديكازيت العجين تاعي وقسمتها على 6 كما شفتوا. دوكا واش ندير؟ نفتحوها على شكل دائري ولا مستطيل كما حبيتوا. المهم واش ندير؟ نجيبوا الزبده تاع الفيطاج نيمبورت نوعيه، ذوبوها ودهنوا شاك طبقه بهذيك الزبده تاعكم. لازم تاع الفيطاج باش يجيكم مورق ويجيكم مقرمش. كرواسون تاعكم حطيت طبقه فوق طبقه، كميه تاع الزبده غير محدوده. خلوا هذيك لاباط ترتاح 5 دقائق في الفريجيدير باش تروح هذيك الزبده. نحطوا هنايا كما شفتوا لاصوص طوماط تاعي بعد ما قطعت هذيك العجينه تاعي، ونروح نجيبوا الطون تاع كاب دو فيغ. الحاجه المليحه اللي تعجبني في الطون تاع كاب دو فيغ ماشي مزيت، وزيد لابوط معمره من الداخل، وزيد لا كاليتي واش نحكي لكم ولا فاريتي في المنتوجات تاع كاب دو فيغ الله يبارك ومتنوعه في الاسواق. وليت الكرواسون طيبت على 180 درجه 20 دقيقه، ووصفتنا راهي ليك واجده. واش رايكم فيها؟